كل مدينة وليها أسطورتها الخاصة، حكاية كده الناس بتهمس بيها. واسكندرية بتاريخها وسحرها جواها حكاية عدت حدود الواقع وبقت جزء من المدينة نفسها. النهاردة هنغوص مع بعض في أسطورة عروس الشطابي. يلا بينا نرجع بالزمن الإسكندرية سنة 1974. تخيلوا معايا المشهد، ليلة هادية على الكورنيش، المدينة نايمة ومحدش يعرف إنها على وشك تكون مسرح لميلاد أسطورة هتفضل تتردد على كل لسان لعقود جاية. من هنا بالضبط بيبدأ كل شيء. اللحظة المرعبة دي هي اللي ولعت الحكاية كلها. الجملة دي مش مجرد وصف في قصة وخلاص، لأ، دي كانت بداية الكابوس الحقيقي اللي عاشه سواق تاكسي ما كانش يعرف أبدا إن الليلة دي هتغير حياته للأبد. طيب، يلا بينا ندخل في تفاصيل أول لقاء مرعب. هنعيش التجربة زي ما حكاها السواق بالضبط، لحظة بلحظة. مشوار ليلي غامض اتحول لمواجهة مع حاجة مش من عالمنا. تخيلوا الموقف، وقت متأخر بالليل، الشوارع شبه فاضية، وفجأة ظهرت قدامه بنت شابة لابسة فستان أبيض ناصع. شكلها كان غريب، كأنها مش من المكان ده، وشها شاحب وفي عينيها نظرة حزن محدش يفهمها. وطلبها كان بسيط جدا: توصلني منطقة الشاطبي. وبمجرد ما قفلت الباب وراها، الجو في العربية اتقلب تماما. السواق حس برودة تلج مش طبيعية أبدا ملت العربية فجأة. خليكوا فاكرين إننا بنتكلم عن اسكندرية وجواها الدافي. البرد ده كان كأنه جاي معاها هي، كأنه نسمة من عالم تاني خالص. واللي زود الموقف غرابة أكتر هو سكوتها. سكوت تام ومخيف. السواق حاول يفتح أي كلام يعني عشان يكسر التوتر ده، ولا الهوا، ما نطقتش ولا كلمة. كانت مجرد وجود صامت في الكرسي اللي ورا. نظراتها في المراية كانت فاضية وثابتة. طبعا قلقه كان عمال يزيد مع كل متر بيعدي. ولما وصلوا أخيرا لمنطقة الشطبي، كان مستنيها تشاور على بيت أو عمارة، أي مكان طبيعي يعني. لكن لا، شاورت على بوابة حديد ضخمة وشكلها كئيب، بوابة مقابر، وبصوت هادي جدا قالت له يستناها لحد ما تجيب الفلوس من جوه. الدقايق بدأت تعدي، 5، 10، ربع ساعة، عدت نص ساعة كاملة. السواق طبعا بدأ يقلق بجد، فنزل من عربية يشوف إيه اللي أخرها، ومن بين الضلمة لمحها. كانت واقفة زي التمثال عند واحد من القبور. ندى عليها، وفي لحظة قبل ما يرمش اختفت، كأنها اتبخرت في الهوا، ما كانش ليها أي أثر. لكن القصة ما خلصتش هنا، لا خالص. تاني يوم السواق رجع تاني للمقابر، بس المرة دي ما رجعش لوحده، ورجع عشان يكتشف سر هيحول خوف ورعبه بتاع امبارح لحقيقة مرعبة وملموسة. طبعا السواق مصدقش اللي شافه، ركب عربيته وهرب وهو بيترعش من الخوف. تاني يوم لما حكى لزمايله السواقين اللي حصل، تفتكروا عملوا ايه؟ طبعا قعدوا يضحكوا ويتريقوا عليه، لكن من كتر ما كان مصمم وخوفه باين عليه وافقوا يروحوا معاه، بس بالنهار طبعا، عشان يثبتوا له انه غلطان ويحلوا اللغز ده بنفسه. فراحوا لنفس القبر اللي اختفت عنده، وهناك كانت الصدمة الكبيرة. لقوا شاهد قبر عليه صورتها هي نفس البنت بالظبط، مفيش أي مجال للشك. وتحت الصورة الاسم اللي هيتحول لجزء من تاريخ اسكندرية المرعب: مارجريت حنا. بس الموضوع مرعب أكتر من كده. لما بصوا على التواريخ اللي على شاهد القبر، لقوا أن تاريخ وفاتها كان من 5 سنين، 5 سنين كاملة. وده كان الدليل القاطع اللي مفيش بعده كلام. الركبة اللي كانت معاه في التاكسي الليلة اللي فاتت ما كانتش من عالم الأحياء. وهنا بنوصل لنقطة مهمة قوي. ورا كل قصة شبح في الغالب بنلاقي مأساة إنسانية حقيقية. طيب مين هي مارجريت حنا دي؟ وإيه كانت حكايتها؟ طبعا لما القصة انتشرت، الصحفيين بدأوا يدوروا ورا حقيقة مارجريت، واكتشفوا أنها ما كانتش مجرد اسم على قبر. لا، دي كانت إنسانة حقيقية، بنت يتيمة وحيدة كانت عايشة في حزن كبير بعد وفاة والدتها بسنة واحدة بس. كانت عايشة لوحدها في شقة العيلة اللي فضيت عليها وبقت موحشة، ونهايتها كانت مأساوية زي حياتها بالظبط. حرامي من المنطقة عرف إنها عايشة لوحدها، فدخل عليها الشقة، ولما حاولت تصرخ وتستنجد بالناس قتلها بدم بارد عشان يسكتها. النهاية البشعة دي بتضيف بعد حزين ومؤلم أوي للأسطورة اللي اتولدت من قلب معاناتها. الحكاية دي بقى ما كانتش مجرد قصة الناس بتحكيها وتخوف بيها بعض، لا، الحادثة دي كبرت قوي وتحولت لظاهرة هزت اسكندرية كلها، وبدأت تأثر على حياة الناس اليومية بشكل مباشر. والتأثير ده كان حقيقي وملموس. سواقين التاكسي بقوا مرعوبين من الشغل بالليل، وخصوصا في منطقة الشاطبي. الخوف انتشر بينهم زي النار في الهشيم، وبقوا بيتجنبوا المنطقة دي تماما بعد المغرب. أي حد فيهم كان خايف يقابل عروس الشاطبي. الحكاية ما بقتش مجرد قصة، دي بقت حقيقة بتأثر على أكل عيشهم.
والأسطورة دي ما كانتش هتفضل في الشوارع وبس، لأ، دي كانت على وشك توصل للشاشة الكبيرة. سنة 1978 القصة دي اتحولت لفيلم سينمائي، وده خلاها جزء من الثقافة المصرية للأبد. الفيلم ده كان اسمه الاعتراف الأخير، وكان بطولة نجوم كبار جدا زي نور الشريف ونيلي ونبيل عبيد. الفيلم مش بس حكى القصة، لا، ده نقل حالة الرعب اللي كانت عايشاها اسكندرية وقتها، وحول الأسطورة من مجرد حكاية شعبية لجزء من تاريخ السينما المصرية. ورغم كل التفاصيل اللي عرفناها، الفيلم والقصة الحقيقية، لسه في أجزاء في الحكاية دي مش راكبة على بعض، أسئلة ملهاش إجابة. وهي دي الألغاز اللي بتخلي الأسطورة دي حية ومثيرة للجدل لحد النهاردة. ونبدأ بأول سؤال وأكتر سؤال محير: ليه الكرسي كان دايما مبلول؟ فاكرين التفصيلة دي من أول القصة؟ طيب إيه تفسيرها؟ قصة وفاة مارجريت نفسها ملهاش أي علاقة بالمية، فمنين جت المية دي؟ دي تفصيلة غريبة بتكسر أي منطق. وده بيوصلنا لصلب الموضوع كله. إيه اللي حصل بجد؟ هل السواق ده كان عنده لقاء حقيقي مع شبح من عالم تاني؟ ولا مأساة مارجريت الحزينة هي اللي خلت أسطورة قوية والناس من كتر خوفها صدقتها ونشرتها لحد ما بقت كأنها حقيقة؟ وفي الآخر بنسيبكم مع السؤال الأخير ويمكن أكتر سؤال مؤثر فيهم كلهم: هل ممكن روح مارجريت تكون لسه موجودة، عالقة في نفس الدايرة، بتعيد آخر مشوار ليها للبيت اللي عمرها ما وصلت له؟ فكرة مرعبة بصراحة، إن الوحدة اللي عاشتها في حياتها ممكن تكون كملت معاها حتى بعد الموت،